السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. رمضان كريم عليكم يا رب. آم، النهارده هعمل معاكم وصفة حلوة قوي قوي قوي. مكرونة بشاميل بطريقة سهلة وجميلة. معانا هنا كيس بشاميل، ومعانا بصلتين للحمة. انا بحب ابشر البصل حلو للحمة، بيديها طعم. ومعايا هنا كيس مكرونة اقلام الملكة. ومعانا هنا نص كيلو لحمة مفرومة وبضاية، بس انا ما حطيتهاش، ما لقيتهاش تستاهل. لقيت الطعم حلو فقلت خلاص، وكمان اتحمرت حلو يعني. ومعايا هنا كيلو لبن جاموسي، بحب قوي. دلوقتي بقى هبشر البصل في الكبة، وبعدين هسلق المكرونة. هحط شوية مية على النار حلوين، وهسلق المكرونة، وهحط معلقة زيت علشان المكرونة ما تمسكش في بعض. بس وبعدين هنا بقى هحط شوية زيت حلوين علشان اعصق اللحمة المفرومة. دلوقتي انا بقلب في البصل لحد ما يدبل، وبعدين هحط اللحمة اللي عندي كانت ما اتفكتش، فهقعد اقلب فيها بقى لحد كده ما تفك. انا دلوقتي بقلب فيها بقى علشان تفك. بس هقعد بقى، خلاص هي فكت كده. المكرونه كانت هنا خلصت، فهشطفها كده بشويه ميه علشان ما تلزقش في بعض. واللحمه هنا برضو كانت خلصت. لسه بقى هحط لها التوابل، عباره عن ملح وفلفل وبهارات لحمه. عايزه تزودي البهارات براحتك. هحط هنا بقى اللبن كان غلى عندي، فهحط كيس البشاميل وهقعد اقلب. بجد الوصفه دي جميله جدا، ولو جربتوها هتعجبكم. قولولي لو جربتوها، قولولي عجبتكم ولا لأ. ولو لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، اعملوا لي لايكات وكومنت حلو واشتراك للقناة عشان تشوفوا كل اللي بنزله. هنزل لكم وصفات حلوة قوي قوي. دلوقتي كان البشاميل خلص، فهحط شوية في المكرونة وهقلبها عشان كله يتطعم بالبشاميل. كانت جوسي وكانت حلوة قوي قوي قوي، وكانت كريمي، كانت خطيرة الصراحة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا بشوفها هنا محتاجة بشاميل تاني ولا لأ، بس قلت بقى اسيب البشاميل علشان احطه على الوش، عشان انا بحبها بشاميل كتير. دلوقتي بقى جبت الصينية اللي عندنا، وهنحط نص كمية المكرونة تحت، وهبدأ افردها. هبدأ بقى افردها. انا بنزل بشوفها محتاجة ولا لأ، بنزل شوية في شوية لحد ما اشوفها محتاجة. بس كده خلاص. هحط بقى اللحمة، كمية اللحمة اللي عندنا، وهفردها. وبعدين هحط نص المكرونة اللي احنا سايبينها على جنب. كده كانت اللحمة خلاص اتحطت. بس هحط بقى نص تاني من المكرونة وهفرده. بس وبعدين بقى حطيت البشاميل، بس هي اللقطة ما جاتش، بس البشاميل كان تحفة ازاي وتقيل. كنت بوريكم الطبقات، طبقة مكرونة وطبقة لحمة وطبقة مكرونة هنا في الفرن بقى، كنت بصورها لكم. وهنا بعد ما طلعت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوني في وصفات تانية كتير كتير، هعمل لكم حاجات حلوة قوي بمناسبة شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. هسيبكم بقى مع البشاميل بتاعتي. واستنوني في فيديو جديد. باي باي.